بسم الله. أول تشغيلة يا جماعة الخير، هذه تقريبا لها 7 شهور. بسم الله ما شاء الله. والله شعور غريب صراحة، أحس إني مبدع عن الموضوع. والله يا جماعة الوضع يعني أنا مطول لدرجة إنه السخانات المقابض شغالة من آخر مرة وقفت الدباب. يعني كنت جاي من الرايد بالبرد الشتاء وكنت موقف كنت مشغل السخانات. نوفمبر اللي عقبها دخلت فيها الحلبة، الدراجة هذه دخلت فيها الحلبة يوم، بعدين رجعت الرياض، صار فيها رايد في الرياض، كان برد. بسم الله عليك، بسم الله عليك، يا الله. والله من زمان، والله من زمان. برضه من زمان عن الغباء حق الشوارع شوي. اعطوني وقت كذا بس استوعب الوضع، استوعب الامور. لا اله الا الله. شعور غريب صراحة. أنا ما أدري أغلبكم يعرف اللي صار معي ولا ما يعرف، بعلمكم الحين كل وضع كل شيء. وأنا قاعد أصور اليوم فلوج بالكاميرا DJI 4 أكشن برو، والمايك DJI مايك وايرلس ميني، الظاهر اسمه ميني 2 إذا ما خاب ظني. المايك وايرلس. إذا كان الصوت واضح وعجبكم السيت اب هذا علموني أصور لكم بعدين عنه فلوج. ما في بنزين بعد. هذه الصورة حقت الخلفية الجوال، هذه في حلبة قطر بالدراجة هذه اللي أنا فيها الآن. أنا موعد الشباب اليوم، حسام، الدكتور عبد الله العتيق الله يعطيه العافية، محمد التميمي، ربعي اللي دائما أطلع معهم من زمان عنهم مرة بصراحة. نبطي ما طلعت يا الربع، وأحس إني صرت ثقيل في الحركة من كثر التكية. بس بعدين اكتشفت إن الموضوع تحول لخوف، وأنا بس قاعد أحاول أتفادى الخوف هذا، أحاول أأجل الموضوع لأني خايف أصلا، وهذا طبيعي جدا. طبيعي الخوف، طبيعي التوتر بعد اللي صار. انا ما ادري الكاميرا مضبوطه ولا لا، بس بتاكد الحين لما اروح المحطه عليها بتاكد. اذا كانت مرتفعه ونازله اعذروني بس لانه وصل، لاني والله فعليا لي فتره ما يدلها. طيب انا يا اخواني طلعت في سباق في قطر في شهر يناير بالبي ام هذا اللي معي الان، وكان جدا ممتاز صراحة. وكان عندي تحسن في الأرقام، ما أقول إنه أحسن شيء بس كان في أرقام كويسة في الحلبة يعني أقصد. فبعدها دخلت في شهر فبراير اللي هو ثاني يوم رمضان، بس كانت وقتها الدخول مختلف لأن جهزت دراجة ثانية سوزوكي 600، وكان أول دخلت فيها كم مرة الدراجة دي يعني من زمان، فرجعت اشتريتها مرة ثانية. المرة دي أخذتها دراجة مجهزة كاملة، ما كانت حقت شارع نهائيا، وأصلا السوزوكي 600 و750 بدون ABS مكانها الحلبة أساسا، ما مكانها في الشارع، لأن فراملها ما هي بتفاعلية زي الباقي اللي فيها ABS وتراكشن. وهذا الكلام كم مرة قلته قبل. ولا زال بعض الناس أشوف أنزل مقاطع في التيك توك يتفلسف ويبربر على الناس، يقول لهم اشتروا بدون ABS ما عليكم، يقولون الحين ABS ما له فايدة. عموما أنا والله لسه مخي بطيء شوي في ردة فعل، ما استيعاب شوية لسه. عموما اللي صار يا الربع ان انا في الحلبة هذه ما راح اذكر تفاصيل كثيرة، بس بعطيكم اللي صار. طحت في الحلبة بسبب طرف اخر. الطرف الاخر وقف قدامي وقوف تام اثناء الكيرف، كنا سرعة الكيرف 240 250. لحد الان غير معلوم السبب ليش وقف، ليش هدى، ليش سوى حركه ذي. انا والله الموضوع سيضايقني فعشان كذا ما ودي اتكلم فيه كثير، ولكن
كان الكيرف رقم 10 في الحلبة، وهذا الشخص كان قدامي وشايفني في الكيرف وهدى. انا ما اذكر طبعا من بعد الكلمة هذه، انا ما اذكر وش اللي صار، كله انقال لي وانحكى لي من الشباب اللي حولي. فانا يقولون ان انت كنت بتصدم فيه، فانت فاديت صدمته ونزلت اكثر ليننج، ومع نزولك مسكت فرامل قويه شيء زي كذا. الدباب تقلب، فلما تقلب الدباب انا طرت في الهواء، فطرت وطحت على راسي اول شيء. الحمد لله كنت لابس الباين ستار هيلمت اللي هي الاس ار 10، وكنت لابس اير باج 6 7 الباين ستار، وكنت لابس فول سوت روكت عفوا ميسايل 3 الباين ستار 2 بيس. طبعا هذا كله يا جماعه الخير بفضل رب العالمين، ثم فضل هذه الاشياء السيف. انا الطيحه اللي صارت لي ما سوت لي كسور، ما سوت لي مضاعفات خارجيه، ولكن سوت لي اضرار في الاعضاء الداخليه. جاني لاسريشن اللي هو القطع في الكبد درجه اولى، جاني قطع في الكليه من الدرجه الرابعه، طبعا الكليه اليمنى. في تفاصيل ما ودي اتكلم عنها صراحه، يعني ما ادري كيف الحادث صار ومدري ايش كلام زي كذا، بس خلاص خلينا نتجاوزها بس ونتكلم عن الشيء المهم الحين. احنا طيبين والواحد بخير ونعمه، وفي يعني زحام من النعم، اللهم لك الحمد. ولكن عموما اخويكم صار له حادث، وعموما اخويكم بخير وعافيه الحمد لله الحين، وعموما اخويكم رايحين رايد مع اخوياه اللي من 8 شهور من بعد الحادث مع الطلع. فهذه المغفره اللي ما يجون العيال، والحمد لله على السلامه بالاول والاخير. بسم الله. نسيت انزل ستاند. الحمد لله. والله حلوه المغسله هذه، شكل البايك حلو من فوق هنا مصور. غسلت البايك ومعنا حسام اليوم، دكتور عبد الله نور ما شاء الله تبارك الله. سوزوكي جي تي 1000، هذا 1000 سي سي ما شاء الله، نفس ماكينة الريس ال1000. معنا محمد صيني 700. شو اسم الدباب؟ وش اسم البايك؟ جي اف مود. المود النيم شو اسمه؟ سبورت بايك. سبورت بايك؟ سبورت بس كذا؟ ها؟ اسمه كذا سبورت؟ ايه كيف كذا؟ ما ادري والله. اسم المود هذا ام 1000، ايش اسمه ذا؟ هذا سي اف. ايوه ادري البراند، بس وش اسم الموديل نفسه؟ كلاسيك. كلاسيك كم سي سي؟ 700. 700 سي سي. ايوه احس يقتلونك الحين دوريات. سطح يبتليك احس. قايل له الغى الدبه الصغيره ما اسمع الكلام. يلا ابو عابد. لا توكلنا على الله. بين بنزين. غسلنا دباب. هلا والله الشباب. زمان عنكم والله. طبعا انا ما شبكت مايك مع احد اليوم. خاف من اكيد التوصيل اكثر شيء في الرياض. غلبوا معي بيسبوه اصلا. سلام يا عليك. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه حس. والله الجو بدأ يزين شوي. شغل الكاميرا. هذه انا كنت عاملها الكاميرا ال 360 عاملها مع مع الداش كام صراحة. هلا بدك دكتور عبد الله ترى يعني عرفه تقريبا لي الحين 2 سنين. ونعم الرجل والله العظيم ما امدحه في وجهه، لكن رجل ونعم. اول رايد اطلع معه اليوم، كل يوم نتوعد اياه ايش رايك يا فلان متى؟
والله يمكن الاسبوع ذا اطلع يمكن ما اطلع. انا دوامي صاير مسائي، فانا ارجع من الدوام مهلوك يوم الخميس، ما اطلع صباح فجر الجمعه، مو زي اول يعني. هم يطلعون ما شاء الله بدري يعني، انا ما اقدر. بس ما شاء الله تبارك الله دبابه السوزوكي جي تي، انا اول مره اشوفه في الرياض من النوادر هذا ما شاء الله، الله يفتح عليه. وشاشه ملونه ما شاء الله، اي بي اس تراكشن. هذه الدرجه راح اشتريها يا اخي. انا ما ادري ايش الفكره، واحد يشتري دباب بدون تراكشن بدون اي بي اس، وش تبي؟ نفس الخوذه بعد، نفس خوذتي ما شاء الله، نفس خوذتي الشوي ار اف 1400. محمد اليوم ما هو بلابس سيفتي، اغلبكم يبي هاوش انا عارف، فاتاكد اني قمت بالواجب وزبدت وخلاص. هذا اخاف منه. اسطوره عبد الله والله. بسم الله. هذا محمد جابنا كافي في سلام، والله ما وقفت فيه، والله ما وقفت فيه، والله اللي ما وقفت. ناب فاضي؟ يلا جو. حر، الوضع مو طبيعي كذا. بنجرب اويا؟ بنجرب اويا؟ يلا. من زمان يا اخي، من زمان الحر هذه والكتمه دي من زمان عنها، والله ما اني فقدتها صدق. يوتير. لا اله الا الله، اشهد توعد بالله. منين طلعت لنا انت الله يخليك؟ مو عالم شو نوع الدبابة يا جماعة. يا سلام يا سلام، ايش نوع يقول سبورت؟ كيف يعرفش اني زارف الدباح؟ والله ان شاء الله هو فاضي 1%. انت اقل واحد لابس سيفتي، شيك بالله وضع. يلا تمشي معنا انت صح؟ لا انا بدور من عند الماكسيما وارجع. بسيط على جبيله. طيب مع الدوكاتي ان شاء الله. حلو. فول سيف. يعني هذا يعني نعتبر اعلان محمد بيشتري دوكاتي. نقول ان شاء الله. نقول ان شاء الله. والله يصلح لك صراحه. طيب وش هديتي؟ هديتك جيبها انت ما عليك، وزهل اللي تبيها ابشر على خشم. المسرى. يلا مساء على خير. طيب الترتيب الحين كالتالي، بنطلع شباب بيكملون رائد الجبيلة. انا والله تعبت صراحة، عندي شوية الام كذا طبيعي، يمكن لسه ما تعودت على الوضع، ما ودي اضغط على نفسي بصراحة، خلي الامور تجي على الهداوة. نقول لكم لا تنسون اللايك سبسكرايب والشير، نراكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم.